أصحابي الحلوين، هنعمل مع بعض عجينة فطائر قطنية جدا جدا، لازم تعتمدوها في كل المعجنات. أنا ما استخدمتش فيها الزبدة نهائي، فقط استخدمت الزيت وطلعت لي العجينة زي ما انتم شايفين كده، عبارة عن هوا قطنة بنضغط عليها بترجع تاني. من كتر ما العجينة جميلة جدا أنا خدتها معايا الجامعة ووريتها لأصحابي وانبهروا بيها، قالوا لي لازم تعملنا الطريقة دي، فأنا هعملها لكم النهاردة وعاوزاكم تجربوها. بجد العجينة أكثر من رائعة، مش رائعة بس، هي عبارة عن قطنة وخفيفة جدا جدا. اذا حبيتوا الفيديو اعملوا لايك ويلا نبدأ في طريقة الاعداد. المكونات بسيطة جدا جدا وتقريبا متوفرة في كل بيت. هنحتاج كوباية من الزيت النباتي وتلت كوباية من الحليب البودرة، عبارة عن 4 معالق كبار يعني، ومعلقة صغيرة من الملح مليانة، ومعلقتين كبار من الخميرة تكون ممسوحة، واستخدمت كمان 2 بياض بيضة وال2 الصفار هدهن بيه الفطائر. وهحتاج كيلو من الدقيق. اول حاجة هنحط المية الدافية عليها الحليب البودرة وهنقلبهم مع بعض علشان نعمل خليط من الحليب الكداب يعني، هنقلبهم كده مع بعض. واهم حاجة الحليب البودرة لو فيه تكتلات لازم تنخلوه، لانه مستحيل ان هو يدوب معاكم وهيكلكع. وهزود عليهم السكر. الخميرة اللي انا استخدمتها خميرة جافة فورية، اللي هي مش محتاجة جو علشان تتفاعل، مش محتاجة شوية مية وسكر وبعد كده نسيبهم على جنب علشان يتفاعلوا ونحطهم على المكونات، لا هي كده بتكون سريعة بنحطها على المكونات على طول. بعد كده زودت بياض البيض والزيت وقلبت المكونات دي مع بعض، وضفت الملح وهنقلبهم لحد ما البياض تلاقوه اتفك من بعضه. بس كده هي دي المكونات السائلة. بعد كده هنزود الدقيق تدريجيا، ما تزودوش كمية الدقيق كلها مرة واحدة علشان بيختلف من نوع للتاني ودرجة امتصاصه للسوائل، فضيفوه تدريجيا كده لحد ما العجينة تكون معاكم ملساء وتلزق شوية. واحسن حاجة ما تستخدموش جلافزات ابدا، استخدموا ايديك او العجانة وهتطلع لكم العجينة حلوة جدا وهتقدروا تتحكموا فيها. شوفوا لي كده قوام العجينة بقى عامل ازاي، العجينة بتلزق شوية وطرية كده، ملمسها ناعم، مش اللي هي جافة متماسكة، لا شبه الملبن زي ما بيقولوا كده. حطيت شوية دقيق في الاخر علشان تلم على بعض. وقوام العجينة لازما يكون زي كده، لازما تكون طرية بتلزق حاجة بسيطة جدا، مش تكون مليانة دقيق. وبس كده العجينة بتاعتنا بقت جاهزة. هنحطها في بولة تكون مدهونة بزيت شوية صغيرين علشان واحنا بنقلبها تنزل في ثانية. وبعد كده هغطيها في مكان دافي، طبعا الجو برد شوية فانا بدفي الفرن وبسيبها ساعة ونص لحد ما تكون شبه كده. شوفوا العجينة بقت عاملة ازاي، ما شاء الله العجينة اختمرت معايا وازدادت للضعف زي ما انتم شايفين كده. يبقى كده العجينة ناجحة معاكم 100%. بنطلعها على سطح مرشوش دقيق علشان نعرف نتحكم فيها وما تلزقش في الرخامة. بجيب السكريبر او السكينة وبنقسمها كده من النص، وكل قطعة بنقسمها كويرات. انا هقسمها حوالي 25 قطعة. ولو حابين تعملوها اقل شوية هتزود معاكم الكمية، بس علشان نعرف نحشيها وتكون الفطاير كده متوسطة اعملوها بالحجم ده. بمسك كل جزء من العجينة واكوره علشان تكون ملساء وناعمة، ما تكونش ملفوفة على بعضها من تحت. قسمت باقي كمية العجين علشان اطلع الحجم اللي انا عاوزاه، وهنبدأ بقى نكور كل الكمية زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هنجيب كل كرة عملناها. واهم حاجة تغطوا العجين كده حواليكوا علشان وشه ما يشققش. بدهنه بشوية من السمنة او الزيت. انا استخدمت السمنة، كان متوفر عندي السمنة، لو مش متوفر ممكن تضيفوا زيت عادي بس مش كمية كبيرة لدرجة انكم تغرقوها زي الفطير، لا هي بس بتساعدنا ان العجينة تنفرد بشكل كويس، وكمان بتدي طبقات كده مورقة وبتخلي العجينة طرية جدا. بنفردها وبعد كده بنلفها رول، وكل الكمية هعملها زي ما انتم شايفين كده. حطيتها في صاج دهنته زيت. بمسك بقى الرول اللي احنا لفيناه ونعكس ايدينا، ايد بتطلع وايد راجعه لورا، وبعدها بنمسك كل رول عملناه كده وندخل الاجزاء بتاعته من تحت بحيث في الاخر يدينا شكل الوردة او شبه الشريك. هنعمل واحدة تاني، بنمسكها ايد بتطلع لقدام وايد بترجع لورا لحد ما تلف. بعد كده بنمسك الطرفين، طرف تحت، الطرفين بيبقوا تحت، وبنثبتهم كده علشان ما يفكوش. وبتطلع في النهاية شكل دائري كده زي الوردة بالظبط.
تقدروا تعملوا كمان اي شكل يعجبكم غير الاشكال دي. ممكن تعملوا العجينة دي تنفع للفينو والكايزر، اي فطائر تخطر على بالكم هي دي تنفع ليها. العجينة بجد رهيبة يا جماعة، لازم تعملوها. بحط بقى كل الكمية كده في صاج. انا عملت 25 قطعة في صاج مدهون زيت، بسيبها تخمر لمدة نص ساعة في مكان دافي برضو. وبعد كده بقى بجيب صفار 2 بيضة وبحط عليه فانيليا. وهقول لكم دلوقتي المعلومة اللي انا اكتشفتها وانا بشتغل. اول حاجه لما تيجوا تدهنوا العجينه تدهنوها بالراحه جدا، ما تتكوش على العجينه قوي علشان ما نضيعش كميه الهواء اللي جواها. انا استخدمت صفار بيضه زي ما انتم شايفين كده، وصفار بيضة واحدة مستحيل يقضوا الكمية دي كلها، فعشان كده حطيت بيضة تانية وبحط عليها شوية من الفانيليا علشان تضيع الزفارة. عشان كده في الاول قلتلكوا حطوا 2 بياض بيضة وال2 الصفار هندهن بيه المعجنات. ولو دهنتوه بالصفار هيطلع معاكم المعجنات جميلة جدا، احسن من البيضة الكاملة. بتطلع المعجنات فاتحة زي ما انتم شايفين كده. دخلتهم الفرن على حرارة 200، بتقعد 25 دقيقة ل 30 دقيقة. بس قبل كده لازم نكون مشغلين الفرن وما نفتحش عليها ابدا. يعني في اول 15 دقيقة كده ما نفتحش، بتاخد لون من تحت، بنشغل الشواية من فوق وبتطلع لكم الفطائر رهيبة زي كده. اهم حاجة في الخبز المعجنات يكون الفرن قبلها سخن ب10 دقايق. شوفوا لي بقى الفطاير طالعه عامله ازاي، اللون الذهبي الجميل من فوق ومن تحت، وقد ايه الشبكات كده، العجينه شبكات الجلوتين اللي فيها، والعجينه طريه جدا بشكل مش معقول بجد. انا من كتر ما انا انبهرت فيها خدتها ووريتها لاصحابي والمعيدين وحبوها جدا جدا. العجينه فلافي، اكتر عجينه حبيتها، وانتوا لازم تجربوها. جربوها وابعتولي الصور على الانستجرام. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية. باي باي.